سؤال غريب لأول مرة تسمعه. إذا الله سبحانه وتعالى يدري بالإنسان المسلم من الإنسان الكافر، الإنسان الصالح من الإنسان الطالح، فليش يسألوننا بالقبر؟ يسألك من ربك، من نبيك، من إمامك؟ شنو السبب إخواني؟ يجيب أحد العلماء يقول بعض الأحيان يكون السؤال رحمة ومغفرة وفرح للإنسان المؤمن، وبعض الأحيان يكون السؤال شدة وغضب على هذا الإنسان الكافر. فشلون يكون رحمة وفرح للإنسان المؤمن؟ يكون فرح وسرور وأنس للإنسان المؤمن مثل الطالب إذا حضر وجد وتعب فكيف لما الأستاذ يسأله على مود يفتخر بجوابه. كذلك الإنسان المؤمن لما هو متقن إيمانه ومتقن يعرف من هو إمامه، من نبيه، من ربه، فكيف لما يجي مبشر وبشير يسألونه. عكسه إخواني الإنسان الكافر ما يحب سؤال منكر ونكير. لذلك إخواني عندنا بالروايات إن منكر ونكير يجون للإنسان الكافر قدومهم كالرعد وأجسامهم متروس شعور وتخرج من عيونهم النيران، يعني يجون بصورة موحشة، فالإنسان يخاف من هذا المنظر. فقدوم منكر ونكير للإنسان الكافر وقدوم مبشر وبشير للإنسان المؤمن، هذه بشارة أما تدل على الإيمان أو تحذير يدل على شنو؟ يدل على الكفر.